هذه الشهادة اللي أنت شهدها قدام الله سبحانه إن فلان من أهل الخير، وهذا والله أظن مرداع، هذا والله أظن مرداع، الله يجعله في الجنة. هذا هو والله الرجال اللي ما قد سمعنا منه السوء ولا ضر أحد ولا تكلم في أحد، والرجال صلاته طيبة وعلمه غانم مع ربعه مع أخوياه. كان عمر بن الخطاب جالس في المدينة، والمدينة منتشر فيها مرض فكاثر فيها الجنائز، فإذا مرت جنازة وسمع عمر الحاضرين يثنون عليها قال وجبت. وتكرر الموقف ذا كذا مرة، فجوا عنده وقالوا يا أمير المؤمنين نسمعك تقول وجبت، وش تقصد؟ قال كنا جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه فيما معنى الحديث إذا مات مسلم وشهد له 4 بخير أدخله الله الجنة. قلنا وثلاثة، قال وثلاثة، قلنا وإثنان، قال وإثنان. يقول فاستحينا نقول واحد، فلان والله من صلاته زين وطيب، فلان والله ما يذي أحد من أهل الخير. أقول وجبت من شهد له وأنتم شهدتوا له، فأنا أقول إن شاء الله أنه في الجنة. صلاته يوم انك تشوفه يصلي معك في المسجد، اخلاقه وسلوكه، طيبته، عدم كلامه في الناس، عدم نميمته، محبة الناس له. هل تتطلب في هذه الشهادة انك تعرف خفاه؟ لا، الله ما يسألك عن النوايا في الشهادة هذه، الله يسألك عن بما يجهر بهذا العبد.